اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في المبكبكه الجميله دي؟ الشتا جه يعني مبكبكه بقى كل شويه. هنعمل النهارده المبكبكه بالفراخ. هي المبكبكه الاصليه الليبي باللحمه، بس احنا طبعا اللحمه غاليه بلاها لحمه، هنعملها بالفراخ. بس بجد طريقه تحفه جدا جدا، بتمنى فعلا كلكم تجربوها بنفس التكات. هتطلع معاكم اجمل مكرونه مبكبكه مستويه بقى، وشايفين المكرونة مفلفلة، يعني مش معجنة خالص، والفراخ زبدة كده فيها. بجد طريقة من الآخر ومتسبكة بقى، والطعم رهيب. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ يعني شكلها بجد بيتكلم عن نفسه. بطريقة وتكات أول مرة كده هتشوفوها بالطريقة دي، متظبطة ومتسبكة، والريحة بقى يعني هتلم كده الجيران عليكم. يلا بينا بقى ندخل نشوف هنعمل المبكبكة بتاعتنا الجميلة ازاي. اول حاجه هنا انا معايا فرخه كده سليمه مغسوله كويس قوي ومنقوعه وزي الفل. هقطعها بقى لقطع، على حسب حجم الفرخه عندك. ممكن تقطعي يعني الربع اتنين، تكون 8 قطع او اكتر، براحتك يعني، او على حسب حجم الفرخه. ممكن طبعا تعمليها بصدور بس، يعني لو عندك صدر فرخة بس، لو عندك وركين بس، عندك صدر وورك، عندك اي حاجة هتعمليها هتحلي كده المكرونة. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة، اللي موجود عندك اعمليه بيه، هتبقى برضو حلو قوي. بس هنا الفرخة كده على بعضها وبالعظم بتدي يعني تست حلو قوي، وبتدي طعم احلى، وبتبقى القطع الفراخ بالعظم طبعا لما بتستوي كده بتحلي الصلصة وبتحلي المكرونة. لكن طبعا لو مش هتعملي فرخة كاملة زي ما قلت لك، ممكن صدر فرخة، ممكن وركين بس، اللي موجود عندك شغلي نفسك بيه. شطفتها تاني بعد ما قطعتها واتصفت. هتبلها بقى هنا، دي رشة كده من الملح، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة بهارات فراخ، بس كده. وهخلطهم كده في الفراخ كويس اوي. هغلف كل قطع الفراخ بشوية التوابل دول. بعد كده هنروح بقى على النار، على البوتاجاز. هحط كده حلة فيها 3 معالق كده من الزيت ومكعبين من الزبدة. هسيبهم يسخنوا، وبعدين هنزل بقطع الفراخ اللي عندي كلها. كنت عاملة معاكم السنة اللي فاتت المبكبكة دي من غير فراخ ولا لحمة، ارضيحي كده، وبجد كانت حلوة قوي يعني. وهنسيب لكم اللينك بتاعها، يعني جابت نسبة مشاهدات حلوة قوي، لانها كانت فعلا برضو متظبطة، والمكرونة مفلفلة كده مش معجنة، ولونها حلو. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنا زودت رشة كمان من الفلفل الاسود. هقلب الفراخ كويس قوي لغاية ما تتشوح معايا، اديها صدمة كده وتغير لونها. بعد كده بكون مقطعة بصلاية كده كبيرة يعني، وهنزل بيها بقى على الفراخ، وبرضو هديها تشويحة كده دقيقة كده ولا حاجة. وحطيت ورق لوري هنا، ده نص معلقة كده من الثوم المفروم، وقرنين فلفل رومي كده متقطعين صغير، مع نص قرن فلفل حامي. عايزة تحطي فلفل الوان حطي. وشوحي بقى، والله بقى مش قادرة اوصف لكم على الريحة اكيد طبعا انتوا متخيلينها. هحط رشة كمون، ورشة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الملح. وشوحي بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه دقيقتين 3 كده. ريحة البصل مع التومة مع الكمون والكزبرة مع الفراخ بجد خطيرة، ريحة طالعة قلب الدنيا. بعد كده معايا معلقتين من صلصة الطماطم او معجون الطماطم. كل حاجة بحطها بديها كده تشويحة لمدة دقيقة كده. النار عالية على فكرة، مش مغطية النار عشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتنشف وتجلد من قطع الفراخ كده. المقاس ده كده مظبوط. لو هتعملي صدور بس قطعيها قطع مكعبات كده. بعد كده كان معايا حوالي نص لتر كده من عصير الطماطم، وانا بصبه بس التليفون فصل مني. حطيت لتر الطماطم وقرنين فلفل حامي سلام كده بس. وهدي بقى النار وغطيها من وقت للتاني، اديها تقليبة بس. اوعي تزودي مية بقى في الوقت ده. الوقت ده احنا هنسوي هنا الفراخ في عصير الطماطم اللي احنا حطيناه والصلصة. لو زودتي مية مع عصير الطماطم على طول هتبقى صيصة كده منك، مش هتبقى الطماطم متسبكة وهتبقى لونها فاتح وهتبقى صيصة. لكن كده شايفين لون الصلصة عامل ازاي؟ اللون مركز قوي ومتسبكة معايا كويس قوي. طبعا كل شوية من وقت للتاني بتديها تقليبة وتختبر التسوية بتاعة الفراخ.
انا عايزة لما اسوي الفراخ قبل ما احط المكرونة ما تكونش مستوية تسوية كاملة، يكون ناقصها شوية كده. يعني هنقول 90% سوا، وال10% التانيين هتكملهم مع المكرونة. طبعا انا هحط قد ايه مكرونه. انا عامله كيس مكرونه اللي هو النص كيلو، عايرته كده في البوله الازاز زي ما وريته لكم. البوله ما كانتش مليانه قوي، ناقصه يعني عقله صباع. فانا حطيت البوله كامله ميه، يعني زودي شويه عن مقدار المكرونه ميه. وملكيش دعوه بالصلصه، ما تقوليش الصلصه كتير، لا ملكيش دعوه بيه. هي المكرونة دي بتستوي في مية اكتر شوية عشان يكون فيها صوص كده، وتكون المكرونة مستوية وطرية في نفس الوقت، مش ناشفة مش مفلفلة. وبعد ما حطينا المكرونة بقى، الخطوة دي مهمة جدا، هتهدي بقى النار. ومن وقت للتاني بصي هتحركي كده، مش تقليب بقى كده على طول، لا هتحركي بصي زي ما انا بعمل كده. عشان المكرونة اول ما بحطها وهي ناشفة كده بتكون يعني بتلزق في الحلة. فكل شوية من وقت للتاني تحركيها كده شوية لغاية ما تستوي. هي بتاخدش غير 10 دقايق بس كده. ويفضل لو عندكم كمان حلة من اللي هي يعني الأكل مش بيلزق فيها، جرانيت أو تيفال، هيكون أفضل طبعا. لغاية المكرونة على ما تتشرب الخلطة اللي احنا عاملينها دي هتكون استوت معايا زي الفل بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. والمبكبكة بقى يا جماعة بتندلق بقى كده في حاجة ستانلس كبيرة كده، مش بتتغرف في اطباق. الأكل الحلو بتاعها كده. شايفين المكرونة مستوية ومفلفلة في نفس الوقت، مش معجنة خالص. وفي كمان قطع فراخ كده يعني بتتنثر كده وهي بتستوي. فالمكرونة بحالها بتكون مليانة بقطع الفراخ. شايفين لون الصلصة حلو وريحتها جنان، طعمها خطير بجد، لازم تجربوها. هتمنى فعلا تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. بس امشوا بنفس الخطوات ونفس التكات، هتطلع معاكم اجمل مكرونة. واشوفكم على خير في فيديو جديد.